فيمينيست، القطيع، أصحاب الشعارات، جماعة تحيا فلان عاش فلان، العبيد اللي تدافع على الأشخاص ما تدافعش على الفكرة. اليوم جيت نحكي على الزعيم ديالكم إمبراطور المملكة البحبكية، إلا حبيتوا بيانسير، وما راح نسب، ما راح نتهجم، ما راح نشخصنها، طرح فكرة حبيت نرد عليها. اسمع معايا. شوف غادي نعطيك ميثود كيفاش تفهم لوجيك، كيفاش تفكر لوجيك، او تكون عندك منطقيه في التفكير كامل. ومعليش كاع تعلمنا كاع ما كناش نعرفوا وتعلمنا. درت فيديو انايا حول هذيك المراه اللي قالت بلي ودي حل القضايا وهتندد وكلشي في البليد. انا درت قلت بلي ودي السيد هذا اذا كان قانوني وكلشي مستوفى الشروط وشي دوله جزائريه يقدر تمنع الرئيس انه يفتح كباري عادي. جا واحد قال لي انت تحب ان تشيع الفاحشه في لبنان. يا جماعه ماشي قضيه توجور قضيه تاع دين، ماشي توجور قضيه حلال وحرام. غادي نفهمها كيفاش. تخيل الناس اللي تشرب في الجزائر، تخيلهم يعني في رسم بياني في راسك ونعطيهم اللون الاحمر، يعني كيفاش تاع الناس هادو الناس معنيين انهم يشربوا الشراب، هادو نرمزهم باللون الاحمر، هذا اللون الاحمر هذا. لو كان تجي الدوله الجزائريه والشعب وكيتعاون كلشي اللي قمع الشاربين ويديروا كلش تجفيف منابع ومداخل ومخارج وخمر وصناعتها وترويج لها كلشي. اسمع هاد البقعه الحمراء هذه غادي تنقص. اذا كان عندك مخدم غادي تقول لي لا، اقسم بالله ما غادي تنقص طيده انوله، وكونتر غادي تزيد. واش غادي يخلق لك اوكونتر؟ غادي يخلق لك مارشي نوار ويخلق لك الفوضى والناس تولي تشرب في الحومات وفي الشوارع وفي الاقبيه وتشرب في الجبال وتشرب النار وتوسخ الطبيعه وفهمني ولا لا، وتولي امور غير منظمه فوضى. ما غاديش تلقى. سي ابدال طرح واحد الفكره اللي منطقيا تبان صحيحه، لانه هو قال لك باش تخمم باش تكون انسان منطقي وعقلاني لازم تخمم هكايا. في المجتمع ديالنا حنايا كاين بزاف ناس تشرب وما متزيرهم وتربطهم والدوله والحكومه وتجري موراهم. هذاك التضييق هذاك راح يديهم للفوضى. وشنو هو الفوضى؟ اللي يطلعوا للغابات والديكيات والخرش وتشعل النار فوضى. باش نيفيتيو هاد الفوضى رواح نديروا لهم اماكن مخصصه قانونيا اوتوريزي من عند الدوله يشربوا بعقلهم ونيفيتيو هذوك المشاكل. يعني هذا هو الحل المنطقي عند السي ابدال. اوكي، لننطلق من نفس المنطلق ديالك باش نيفيتيو الفوضى والغابات والخرش والغوابي والفوحه والديكيات. وليد عمي عنده دار فارغه وعندي فيلا على شط البحر. باش نيفيتيو هذاك الشيء نروح نديرو كيما دارت هولندا بلجيكا والمانيا، داروا اماكن مخصصه للناس اللي تحب تفرغ المكبوتات ديالها، الجن هذيك وهاد البلايص هادو مخصصين للدعاء. راك فاهمني ولا لا؟ وسماو هاد الاماكن الريد لايت، هاد البلدانات باش يفيتيو الغوابي والخرش والغابات وهذوك المناظر البشعه داروا لهم اماكن مخصصه باش يروحوا يفرغوا فيها المكبوتات ديالهم. وحنا في بلادنا عندنا هادشي يكزيستي في بلادنا باش نقضيو عليه. الا كنت تحسبها انت هذه مشكل ولا ظاهره، ولا الا كنت تحسب باللي هادشي مشكل وظاهره، روح باش نقضيو عليه نديروا اماكن كما دارتهم هولندا وبلجيكا والمانيا. مليحه الفكره هذه، عبالي بلي تعجبك. وديجا اصلا الشراب ولا الخمر هذاك ما هو الا توطئه او راك توجد في المتابعين ديالك لما هو قادم، وهذا هو الشيء القادم. وانا باش نختصر عليك الطريق راني قلتها لك دركا. راك فاهمني ولا لا؟ فكره شابه، ما تقوليش لا. السلام عليكم.